بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير ولاباس الكل. واسمحوا لي على الغيبة ذي، كنت شوي مريضة وكان عندي فرح بنتي، صافي طولت عليكم شوي. المهم لهنا جبت لكم وصفة نتاع الفاتحة تاع بنتي، رفيس القسنطيني، رفيس جزائري تقليدي يعني معروف عن الجزائريين. فوالا لهنا عندي 3 كيلات سميد متوسط في الجزائر، اللي هنا يسكنوا في الخارج سمول فين. انا درت نوعيه الغناغ سمول فين، كل كيلة فيها 700 غرام، صافي المجموع عندي 2 كيلو 100 غرام، يا 2 كيلو و 100 غرام. يعني كويار كبيره تاع ملح، كويار السوب ماء لوسال، اي عندي كيلة تاع السمن وزبده ذوبتها بارده ولحقت عليها جي 1 سنتيمتر دومي زيت. هاك شفتوا كيفاه، بصح ما فيضتهاش، حطيت قدر 1 سنتيمتر دومي. فوالا هكا، وتبسوا السميد تاعكم مليح حتى 3-4 دقائق، تبسوه مليح وتحطوا كيلة تاع نص ماء زهر ونص ماء عادي، ما يكون بارد. فوالا هكا تجي كيلة، انا الكيلة هزتها لي ذي كامله، وترشوا هكا تعملوا زي ما المقروض باغي، كيما نخلطوا المقروض ديروا كيف ديروا غير بصبعيكم ونجي غير تفتلوا. فوالا نخلطوا هكا حتى انه بشويه هو يشرب وحنايا نخلطوا بصبعينا، ما نعجنوش، غير تخلطوا هكا بصبعتيكم وكأنه تفتلوا فيه حتى تكملوا الكمية تاع الماء كاملة. لهنا الفور تاعي حطيته يسخن على 180 درجة، حطيته مود مروحة. فوالا هاو هز لي الكمية كاملة هكا، وديروا بصبعيكم حتى تكور عندكم هكا العجينة، ومن بعد تطرحوها في البلا. انا البلا تاعي هذا يميزور 43 sur 36 سنتيمتر، 43 على 36 سنتيمتر البلا تاعي، وتطرحوها هكا كامل. يفو با تكون عاليه بزاف، حوالي 2 سنتيمتر دومي جاني انا هذايا. ولهنا الله يبارك جات كميه كبيره، السميد عندي 2 كيلو 100 غرام، جات كميه ما شاء الله، كاس ونص حط لي. فوالا تعدلوا مليح هكا في البلا، وتهبطوا الحواشي هذيك بسباتول ولا هكا بحاجه باش من بعد ما تحرقش فيسع. هكا تبسطوه مليح باش يجي نيفو واحد، باش يطيب كل كيف. ولا هبط الاحراف هذيك بسباتول باش ما يتحرقوش، وهكا وتقسموا هكا كاريات باش يدخلوا الطياب من الداخل. ولا وتحطوه في الفور على 180 درجة مدة ساعة. انا دالي ساعة و5 دقائق باش حمار، واللي مع مود مروحه انا حطيت، واللي ما عندهاش المروحه طيبوا من تحت كي حمار، تشوف الاطراف حمار تولي تحمروا من الفوق. هاهو طاب احمر على الكيف مش محروق، مي احمر جا كيما نحب. ولا وهو سخون نحيوه بعد باش من بعد تهرسوه بالمهراس ولا بالقراص، ولا شوفوا باي حاجه ولا كاس باش هكا ترحيوه. انا ما نديروش في الروبو، نديرو كيما هكا تعودنا، نديرو بمهراس ولا عندي المهراس هذا تاع العظم. هاو في ساع سهل معايا، جا ماهوش صعيب، في ساع يتهرس. ولا تهرسوه هو سخون بعد، ومن بعد عقبناه على السياره. انا السيار تاعي هذا تاع الزرع، هذاك الخشين العيون تاعو خشان، ها تشوفوه تاع الخشين.
ولا تصيروه باش هذيك الكتل هذيك تعاودوا ترحيوها ولا كيما هكا بسباتول ولا بحاجه وتهبطوها كامله حتى تكملوا الكميه كامله. فوالا شوفوا كيف هي هبط زي الكسكسي، هو خدمته تشابه الكسكسي. شوفوا هانيك هبطوا كامل وزيد هذوك هرستهم شويه ورجعت نزيد في الكسكاس. فوالا لهنا هاني كملته. اني في الوقت هذاك حطوه في الكونجيلاتور، اللي تحب تخبيه تحطه في الكونجيلاتور. انا خبيته في الكونجيلاتور كيما هكاك مبسس، ومن بعد كي وصل الوقت باش نطيبه خرجته حتى هكا خليته برد ساعه هكاكا وبديت نشرب فيه. شربته ديريكت ما فورتوش. لهنا حطيت له 2 كيسان حليب. انا لهنا الكميه قلت لكم 2 كيلو 100 غرام، يا 2 كيلو و100 غرام جي مي 2 فيغ دو لي. ولا 2 كيسان تحطوا بشويه هو يشرب وزيد تعاودوا ترشوا وزيد هو يشرب وزيد ما تحطوش كل دفقه واحده، تحطوا بشويه هو يشرب كيما الكسكسي اكزاكتومون كيما الكسكسي. فوالا حتى تشوفوا هكا زيد شرب مليح باش تحطوه يفور. فوالا هز لي كسكاس معبي قد لهنا هاو فار الفوره الاولى خرج مليح الفوار من الفوق. ولا على الاول حطينا 2 كيسان حليبه، ولهنا حطيت كاس سكر. اللي يحبوا يحلو بزاف يلحق ينجم يلحق زيد نص كاس، واللي يحبوا ناقص شويه سكر يخلي يكتفي بكاس باسكو زيد من بعد نحطوا العسل. ولا لهنا عندي كاس تاع مزهر مخلط مع الماء هكا يجي الاكثر مزهر كما نقولوا 3-4 مزهر وربع ماء هكا وترشوا بشويه هو يشرب وانتم تحطوا وهو سخون. لهنا هو يشرب وانتم تحطوا باش ما يعجن لكمش، نورمالمون ما يعجنش. ولا زيد لحقت له كان شويه يابس، لحقت زيد كاس حليب. وانتم تشوفوا انايا اكتفيت بهذا الكاس الحليب، من بعد طرا معايا جا طري. لكن شفتوه شويه حتى القطره هذيك من بعد زيد حطيتها. لكن شفتوه يابس معاكم تعاودوه تفوروه درك هاو شرب الكاس هذاك تاع الحليب والكاس تاع الماء زهر شربوا مليح وتخليوه حتى ينشف باش تعاودوا تفوروه. لكن شفتوه يابس عاودوا رشوه بشوي ماء زهر وش اسمه ولا حليب وتعاودوا زيد تفوروه الفوره الثالثه. ولكن لقيتوه طري يكتفيو بالفوره الثانيه مع الكاس هذاك تاع الحليب والكاس تاع المزهر. لهنا عندي 250 غرام زبده ذوبتها حطيت عليها كاس عسل. انا الرفيس تاعي وقاعد يفور الفوره الثانيه. ولهنا حطيت نوجد في العسل والزبده قلت حطيت 250 غرام بور ذوبتها وحطيت عليها ان فيغ دو ميل. ولا كاس عسل مع 250 غرام زبده في 2 كيلو 100 من الدقيق الفين في الجزاء المتوسط كما قلنا. ولهنا عندي كاس تاع مكسرات تحطوا النوا تحطوا اللوز. انا اللوز محمص ومرحي خشين. ولا قلنا هذه الفوره الثانيه. ولا كيما تخرجوها تحطوا هذاك الكاس تاع اللوز. انا اللوز هذا مرحي خشين. تنجموا تحطوا المكسرات اللي تحبوه نوازات واش اسمه الجوز اللوز. انا كان عندي اللوز حطيت اللوز. ولا تحطوه جا معايا طري على الكيف 2 فورات بكجا ما شاء الله. وشوفوا كيفاه مفرق كلها كعبه وحده يجيكم زي الكسكسي هكا تشوفوا. ولا ولهنا من بعد وتخلطوا هذاك العسل والزبده باش يندمجوا مليح مليح مليح. ومن بعد تسقيو هكا الرفيس تاعكم هذايا وتخلطوا دركا وسخون ديروا بالمغرف ومن بعد ديروا بيدكم باش يتخلط مليح. ولا حتى تحطوا الكميه كامله. جا بنين ما شاء الله.
واللي تحب الحلاوه تلحق الحلاوه، يعني كل واحد والذوق تاعو. من بعد تلحق العسل، غير اللي كيجي معاكم يابس او سي جامي يجيكم يابس ترشوا بالحليب ولا ما زهر وتعاودوا تفوروه وتخليوه كل مره باردون حتى يشرب مليح باش تفوروه. فوالا ومن بعد تزينوه هكا في الصحن. انا زينته لكم لهنا في صحن التقديم هكا سلاطي كبير، درتو بسكر غلاس ودرتو بالدراجي، ولا كان عندكم الجوز تزينوا بالجوز. انا جوز تاعي رحيته في البقلاوه اللي فاتت، ولا تحطوه هكا في دي فيغين دي بواط كيما هكا انديفيدوال، كل واحد كيما نقولوا يدي واحده فوالا، ولا ديروها جماعيا في السلاطي. وزينته في الحاشي هك باللوز مرحي خشين. ولا هذه كانت وصفة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وما تنسونيش باللايك لكن عجبكم الفيديو، والاشتراك اللي مازال ما اشتركش، ونقول لكم مع وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.